قصيدة بعنوان وصول سوزان لسجن النسوان. خبر عاجل يهم البشرية من داخل السجون النسوية، تحديدا سجن القناطر الخيرية. سمعت صرخة قوية، صرخة تذيلها راحت أيامك يعنية. فقلت ما الأمر أخبروني هلموا علي. قالوا بالأمس هانم تدلل بحنية، طعامها عسل وقهوتها تركية. حبسوا أبنائها بتهم كذب وهمية، واليوم حبسوها وزوجها ولاد المفترية. جلست أسمع ما يقال بأذن صاغية، إذا بها تتحدث عن حسابات مصرفية وبنوك قد سرقت في عهد أيام الطاغية. وتقول مالها يا أخوانا مكتبة اسكندرية، ما كانت مكفيانا والدنيا مية مية، لازم جمال يعمل لي فيها ابن جنية ويعمل على أبوه عليا التمثيلية. منك لله يا عز يا ابن الحرمية، خربت الواد ولبسته 100 قضية، وانت يا عدلي يا ابو قرعة مصدية شمت فينا ولاد الحاجة سنية. اشوف فيك يوم يا جزيرة اخبارية. هيجت الناس علينا وقاموا بثورة شعبية، وهي بتعدد أصيبت بحالة هستيرية، فنقلوها إلى مستشفى الأمراض النفسية. فجريت وراء طبيب لأخبره الوصية، قلت له هانم سرقت مصر العربية، اتوصى بقى وظبط الحالة التقريرية. قال لي هي دي؟ قلت له نعم هي. فراح يرقص وطاحت أدواته الطبية، وسمعته يقول الليلة عيد وماما سوزان أحلى عيدية.